يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث بنا واجعلنا من وصيلتنا وذريتك ربنا وتقبل دعاء واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون وفقنا الله سبحانه وتعالى في صلاة عشاء هذه الجماعة هنا في مسجد سيد المشير في قرية الشريف في بركة السبع محافظة المنوفية. أمنا في هذه الصلاة المجتهد الشيخ الشعبان عبد الحي شعبان. ندعو الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من بيوته العاجلة وأن يكتب لنا ولكم صلاة خاشعة أمام كعبته المشرفة في بيت الله الحرام وفي محل مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ونحن نحتفي معا ونحيي قلوبنا وأفئدتنا بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أداء العشاء مباشرة طوّر بنا فضيلة مولانا القارئ الشيخ العهد خالد طوّر بنا بتلاوة فياضة بما تيسر من آيات سورة الأحزاب، وأشكره على اختيار الموضوع لكتاب الله سبحانه وتعالى، اختيار هذه الآيات الجنان التي تذكرنا أن نتأسس ونتمثل ونستمسك بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الأمر يهدي ويميت وهو على كل شيء قدير. أرسل بالتلاوة المباركة، أرسل إلينا بالعديد من البركيات يا أمة الإسلام. انتبهي واستعيني بالله وتخلصي من ثباتك هذا الثبات الذي نعلمه كلنا قصرنا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق خالقنا تبارك وتعالى، في حق اسلامنا، في حق قراننا. لابد ان نعترف بالتفسير وان نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، ونحن احتفالنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان نجدد العهد مع هذا الكتاب الخالق الذي حفظه الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أثناء التلاوة أيها الإخوة شرف الحضور كما شرفت وكما شرفت أنا شرف الحضور الزميل المهندس متولي عني بصير كبير مهندسي استوديو إذاعة القرآن الكريم البث المباشر. هو ذراع مذيع العلم، صوت المذيع لا يأتيك إلا عن طريق بارك الله فيك. جاءنا من فرقة الملابس ملك القاء في محافظة الشرقية يجب بجواره في سكونه وسكن طيب الزميل توفيق العداوي الذي جاءكم من المحافظة المنوفية، وهم الاثنان من أفضل المهندسين عندنا في إذاعة القرآن الكريم ولا على الله. أيها الإخوة التلاوة الثالثة وكما تعلمون كما علمنا السادة العلماء القرآن الكريم من فاتحة الكتاب إلى ختامه قل أعوذ برب الناس كله خطاب عن رسول الله
التي يتسابق فيها ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني، هذه المفردات، هذه الدروس المستفادة تلاوة بالله فيها من الحقائق الكثيرة التي يتنافس فيها السادة العلماء في توضيحها إلى السادة المستمعين الكرام حتى يكونوا على بصيرة أنفسهم وحتى يعودوا تائبين حامدين شاكرين لله سبحانه وتعالى. وأرجو هذا الحلول حتى نتيح الفرصة لأكثر من عالم يغوص بنا في بحر المحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم في 5 دقائق. كما تعلمنا ليس الأمر بالكم ولكن بالكلام. في 5 دقائق ذكرني وخذ بيدي إلى طاعة ربي ومحبة سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. الكلمة الأولى الكلمة الأولى معاني الدكتور حامد الحراوي فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي أنار قلوب أوليائه بنور محبته واسترق أرواحهم وهممهم بالشوق إلى لقاء حضرته ووقف أبصارهم وبصائرهم على حضرة جلالة قدرته حتى أساعوا من تنسل روح الوصال سكارى وأصبحت قلوبهم من ملاحظة سبحات الجلال والهة الحيارى فلم يروا في الكونين شيئا سواه ولم يعرفوا في الدارين إلا إياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خير خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله عن به الأمة فاللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته واجمعنا به يا ربنا في دار مقامته في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبعد أيها الأحباب فطبت مقام من شاء وتبوأت من الجنة منزلا. استمعنا إلى قرينا الكريم وهو يفتتح القراءة بقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هي الرسالة الأولى من رسائل هذه الآيات إلى أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رسالة دقيقة لأن المتحدث إنما هو الواحد فوحد الواحد إن الله تبارك
إذا أراد الله فاتبع الحبيب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أحبوا الله لما يخلوكم به النعم، وأحبوني بحب الله، وأحب آل بيتي بحبي. فإذا أردت ما عند الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فاتبع هدي الحبيب. هذه الرسالة الأولى من هذه الآيات. وأدعو باقي الرسائل إلى أساتذتي ومشايخ الكرام. أسأل الله تبارك وتعالى في عديانه أن يغفر لهذا الجمع الكريم، وأن لا يخرجنا من بيته إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة رابحة تعظ من تبور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انت رجل لا اله الا انت ولنا عبدك على عهدك ووعدك واستطعت ارجوك بنعمتك علي وابوك بحبك فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. يعلق بالمؤمنون معالي الدكتور راوي من علماء وزاره الاوقاف حدثنا على دكتور محمد العطراوي من علماء الازهر الشريف والعلم رحمه بين اهله. حدثنا تحت عنوان الاسوه برسول الله صلى الله عليه وسلم طريق النجاه والوصول الى مولانا تبارك وتعالى. والله تعالى قدر جميلا الى عهدك وطاعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتوفر فينا وقت من انواع الايه الكريمه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة، أثناء الكلمة سعد العلمان برؤيا ابن خالد يدخل المسجد متعجزا مستعينا لأحد أبنائه وأبناء أخيه الحاج عادل يحيى عبد الحليم أفندي عالم ابن الخالد. جاءنا نرحب بنا في رحابكم والده الحاج يحيى كانت له علاقة وثيقة بهذه القرية، حبا وودا ومشاركة لكم في أفراحكم وأفراحكم. فباسمكم يا أهالي قرية الشهيد فكري أرحب بأبناء الخالد، مرحبا بهم في رحاب بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. ما زلنا أيها الإخوة مع فيوضات هذه الليلة المحمدية النيرة نسمع في دخول محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. أيها الإخوة، الكلمة التالية نائبا عن رجال إدارة الأوقاف بركة السبع فضيلة الشيخ محمود العدوي فليتفضل. الشيخ محمد العدوي متحدثا عن زملائه إدارة الأوقاف بركة السبع فليتفضل مشكورا. ثم فتح
وخلق الوعد فأدرك سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صاحب العترة صاحب هذا الجمع الطيب الطاهر المبارك ما اجتمعنا إلا أحبا في رسول الله وما تحدثنا إلا من أجل محبة رسول الله ومن أجل ذلك نطلع أن أجمعنا الله برسول الله فاللهم لا حول واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا لي في يا رب الحجاج يا طيبة لي في حبيبي لي في قمر له خاطق والبدر تسلسل له من الاسماء أربع محمد أحمد طه ومعتصم صلى الله عليه وسلم له على وجهتين أربع الورد والياسمين ثم الماس والورد صلى عليه يا عالم الهدى ما هدت الأساس وما نامت على الأيدي القلائل آمن برسول الله الجن والإنس ثم العرب والعجم ولولاه صلى الله عليه وسلم ما كان أربع الحج والبيت وهذا البيت والهرم آمن برسول الله أربع وشهد لرسول الله أربع شهد لرسول الله أربع الثعبان صلوا عليه والضب الثعبان والضب صلى الله عليه وسلم ينطق به ثعبان ثم ضب صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم أربع العرش والكرسي ثم اللوح والقلم أيها الأحبة الحديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع بشر أن يصل إلى فضل رسول الله ولا إلى قرب رسول الله فلا يعرف فضل رسول الله إلا الذي أرسل سبيل أقف اعتراض لكي أقول لكم جميعا من أين نبدأ الحديث عن مولد رسول الله؟ منين نبدأ الحديث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نكلمه هل من شهر الثاني عشر اجتمعت الأمة على هذا أم من أين؟ الحديث من رواية سيدنا العبارة بن سامية السلمي عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أين كنت وآدم في الجنة؟ أين كنت وآدم في الجنة؟
فقال له يا أبا ذر ظننت أن لا يسألني هذا السؤال فيش حد لنا السؤال فيقول النبي صاحب الذكر يعتقد صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم منجبر في غيرته بين الروح والجسد صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم منجبر بين الروح والجسد ميلاد النبي ليس من 12 ربيع الأول لا ولكن ميلاد النبي من بدء الخليقة قبل آدم عليه وعلى نبينا السلام فقال النبي حديث في مسند فقال النبي اقرأوا إن شئتم وقفوا عندها طويل أستحلفكم بالله تقفوا عند هذه الآية طويلة وتبرروها في أنفسكم كثير ماذا قال النبي صلوا على النبي قال اقرأوا إن شئتم في سورة آل عمران الآية مع نفس الحديث قال المصطفى اقرأوا إن شئتم يثبت النبي يثبت بالدليل أنه نبي وآدم منجبر في طينته قبل نفذ الفرق فيه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من الرسول صلى عليه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم الخطاب لجميع الأنبياء الذين لله وقف هنا النبي بعث في الأنبياء أولا ثم جاء لنا أمة محمد الله تعالى من أمة محمد ثم جاءكم أيها الأنبياء ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه من اللي هيؤمن به هو اللي هينصره توحدوا الله الأنبياء جميع الأنبياء من قبل آدم إلى سيدنا عيسى لذلك قال النبي صلوا على النبي أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه وقفوا هذا والوقت لا يسع الله يقول لا إله إلا الله يا سيدي يا رسول الله ماذا أقول فيك وقد قال الذي بعثك بأنك أنت النور فماذا يزيد قول عن الثاني بعد قول إله ألم يكن لنا مولانا لقد جاءكم من الله نور صلى الله عليه وسلم قال أقررتم وأقررتم على ذلك الإصر قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم الأنبياء جميعا شهدوا برسول الله وأقروا برسول الله ومضوا الإقرار والشاهد من هو الرحمن قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فظل النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل من الأسرار الظاهرة إلى الأرحام الزكية حتى وصل إلى آمنة من عبد الله الله عن الجميع والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زلت
يتنقل من الأرحام الطاهرة إلى الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية حتى وصلت إلى أبي عبد الله وأمي آمنة ما اجتمع أبوايا على سفاح القبر ما اجتمع أبوايا على سفاح القبر والحكمة الإلهية ما خطت تاريخ ولا كتبت الأقلام ولا قال القارئون عن نبي مثل رسول الله فأخبروني من الذي كان حاضرا في ولادة في قبر لا شيء وفي ولادة شيش ونوح وإبراهيم ونوح وعيسى وإدريس وكل الأنبياء ومن الذي أرضعت من الذي دخل من الذي رضياه من الذي حاباه لا يوجد في التاريخ تاريخ مثل تاريخ رسول الله ولهذه حكمة لا يعلمها إلا الله ولي ولكم أن نقول الحمد لله الذي جعلنا من أمة رسول الله والله أسأل أن يجمعنا على حوض نبينا اللهم اجمعنا يا ربنا على حوض نبينا اللهم اجمعنا يا ربنا على حوض نبينا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة نطمع بعدها أبدا واجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى آمين آمين وصلاة وسلاما على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم لا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. فضيلة الشيخ محمد المعداوي متحدثا أدام الله عليه نعمة في عجالة قال عيب عليك يلي تبعه أنا بتكلم التركية بتاعته باللغة كلها هو بيقول لنا عيب عليك يلي تبعه حب النبي أن تحتفلوا بسيدة النبي في ربيع الأول. لا عيب أنا ده اللي فوق الكلام. أنا مش تفكير على هذه أو تعليم على هذا. هو عيب الله اللي احنا نقعد طول السنة نسيس النساء والدنيا ضحك علينا بين ظلم ونفاق ومكان ومظهرية الكذابة ونيجي شهر ربيع احنا بنعمل كده في شهر ربيع وذكرهم بأيام الله. طب ما تيجي يا مسلم يا سيد عزامي خلي كل ايام السنه بتاعتك احتفال بسيد النبي مواليد يعني هو الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الكون فسيح الا من اجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ايها الاخوه المؤمنون وهكذا هم العلماء الذين في عجالة يعني يأخذوا بأيدينا من ثباتنا ونومنا معنا. نتواصل مع هذه الكوكبة النيرة من علماء الأهل والأوقاف ونحن نشرف الحديث مع حضراتكم من ساحة المسجد سيدي المصير في قرية الشهيد فكري مركز بكر السبع في محافظة المنوفية. وهذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الشيخ سمير التاج فليتفضل مشكورا. الحمد لله واشهد على الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يا عم الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة أبي القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد
المطلب بن هاشم اصطفاه مولاه من أعرق البيوتات وأطهر السلالات صلوات الله وتسليماته عليه يوم ولد صلوات الله وتسليماته عليه يوم بعث صلوات الله وتسليماته عليه يوم هاجر إلى المدينة المنورة صلوات الله وتسليماته عليه يوم لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وتسليماته عليه يوم يبعث حيا أهلا بيوم مستفيض البشر كفرحة الجنة بعد الحشر أهلا بيوم مستفيض البشر كفرحة الجنة بعد الحشر يوم به ولد المختار فعمت الرحمة والأنوار يا سيدي يا رسول الله وأنا الذي ما كنت في أمر لغير محمد يا سيدي صلي وسلم وبارك عليه. سيدي يا رسول الله أشرقت أنوار طه أشرقت أنوار طه مثل شمس في ضحاها أشرقت أنوار طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد مولد الهادي نبينا مولد الهادي نبينا يفرح القلب الحزين مولد الهادي نبينا يفرح
هيزور سيدنا النبي. فلما رأى أبو بكر سيدنا النبي حزن، أبو بكر حزن ومرض هو الآخر. فلما رأى رسول الله حزن وأسلمه الحزن إلى المرض هو الآخر. يعني سيدنا أبو بكر لما شاف سيدنا النبي مريض هو راح أصبح مريض، فذهب إلى بيته ولزم الفراش. فلما شفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم سأل عن أبي بكر فعلم أنه مريض، وكان أبو بكر لا يستطيع أن يحرك يدا ولا رجلا من شدة مرضه وحزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعود ليزور سيدنا أبو بكر ورأى أبو بكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا به يهوب واقفا من فراشه ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله أصحابه كيف ذلك وقد قلت لا تستطيع أن تحرك يدا ولا رجلا، كيف ذلك؟ اسمعوا إلى ما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال مرض الحبيب فزرته، مرض الحبيب فزرته فمرضت من حزني عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. هكذا كان وهكذا يجب أن نكون. أختم كلمتي بهذا الموقف، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تتبعوا مين؟ سيدنا النبي. لما تتبع سيدنا النبي ايه اللي يحصل بعدها؟ ربنا يحبك على طول. اتبعت سيدنا النبي بحق وصدق ربنا يحبك. ولذلك ده الحاجة عن ربنا يحبك، ربنا يغفر لك ذنوبك، واحنا كلنا ذنوب ومعاصي. سر قول المصطفى كل هذا بايه؟ خطاء. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، النتيجة يحببكم الله التاني ويغفر لكم ذنوبكم التالت والله غفور رحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن نحبه يتمثل في الدعاء له، في التوسل، في السؤال له الوسيلة. لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، لا يعرف قدرك يا سيدي يا رسول الله إلا الله رب العالمين. وتلك حقيقة يجب أن لا تغيب عن الأذهان. والنبي الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة وده لو كده رد عليه المؤذن بيأذن المغرب والعشاء واحنا ما نقولش حاجه. النبي على الامه سيدنا النبي يقول اذا سمعتم المؤذن يؤذن فكلوا مثل ما يقول. ما قلناش ولا احنا سيدنا النبي الا ما رحم رب العالمين قوي. ثم صلوا عليه فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها 10. ثم سلوا الله لي الوسيله، والوسيله درجه في الجنه لا ينالها عبد الا عبد من عباد الله، واني لارجو ان اكون هو صلوات ربي وسلامه عليه. من سال الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيله حلت له الشفاعه يوم القيامه، يوم الفزع، يوم الهلع، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اكتفي لن اعملها يعني كل واحد ياخد حقه ولا ياخدش حقه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله. التي ترقى بالإنسان إلى أعلام السماء، إنها الطاعة التي تجعل من الإنسان شخصا يزرع الخلق، ينشر الخلق، يقابل إساءة الإنسان.
إنها الطاعة التي تقربنا رويدا من حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاللهم يا حنان يا منان تعلم ما بنا من هموم وكروب، بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا إلى طاعة حبيبك صلى الله عليه وسلم. يعلمنا قربت هذه الليلة وقربنا من الابتهال والدعاء إلى مولانا تبارك وتعالى، ولكن بعد هذه الكلمة الموجزة من معالي الدكتور محمد الكويسي فليتفضل على تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أتم النعمة على العلة وأكمل لها دينها وآتى الكلمة أهلها وتمم بمحمد صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق أهلها. وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله النبي الأمي الذي علم المتعلمين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان من أكرمه غاية الإكرام وألبسه تاج الكمال وزينه بتاج الوقار وشفعه فيمن صلى عليه في دار الآخرة. فقال ربنا تعظيما له وتشريفا وتكريما إن الله وملائكته يصلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب اصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لكل المسلمين بما يدعون في المسجد الأقصى والحرم بجاه أجيته في طيبة حرم واسعه قصص من أعظم المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما جئنا في هذه الليلة الكريمة إلا لنتشرف بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هو صلى الله عليه وسلم الذي نشرفه بكلامنا، إنما نحن نتشرف بالنسب إليه. ولم لا، ورب العباد سبحانه وتعالى قد امتن بها قديما. فقال الله جل وعلا ممتنا على أمة النبي فقالها ربنا سبحانه وتعالى منة وكرما وإجلالا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. فهذه منة من الله وهذا كرم من الله. فعلينا نحتفل نحن برسول الله، نحتفل برسول الله محبة، نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كل خير نحن فيه هو سببه صلى الله عليه وآله وسلم. مهما تكلم المتكلمون ومهما أوتي أهل اللغة وأهل البلاغة وأهل الفصاحة في أن يمدحوا رسول الله أو أن يصفوا رسول الله فلن يستطيعوا أن يصفوا رسول الله ولن يستطيعوا أن يمدحوا رسول الله، لأن الذي يعلم
في سكراتهم يعملون. ما نادى الله نبيا، ما نادى الله جل وعلا رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد تعظيما وتشريفا وتكريما، انما يوم ان ناداه ربنا قال يا ايها النبي، يوم ان ناداه قال يا ايها المدثر، يوم ان ناداه قال يا ايها المستغفر، ولم يناديه باسمه المجرد فقط، تعظيما وتشريفا لمكانته صلى الله عليه وسلم. الله فضل خير الخلق والكرم وافضل الناس من عرب ومن عجم، هو النبي الذي خصه الله بالتنزيل والحكم واختصه بكتاب بين من علم هدى به العباد من امه الظلم. الله اكرمه، الله فضله، الله ارسله من جمله الامم. صلوا عليه عباد الله كلكم، ان الصلاه عليه تنجي من الفتن. صلاه وسلام عليك يا خير خلق الله. بماذا نتكلم عن رسول الله وبماذا نحتفل برسول الله؟ كما تفضل مشايخنا وكما تفضل علماؤنا، إن الحديث عن رسول الله والاحتفاء برسول الله من الشهور أن يكون يوما واحدا من أيام العام، إنما ينبغي علينا أن نحتفي ونحتفل برسول الله في كل ساعة، في كل دقيقة، في كل وقت تذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من صلى علينا حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا علت له شفاعتي. متى ذكرت رسول الله لم تذكر رسول الله إلا بالرحم، لم يذكره الذاكرون إلا يوم الاحتفال أو الاحتفال بمولده. أما حينما تجعل عن نفسك أو تجعل لنفسك يوما يوميا تذكر فيه وتصلي فيه على الحبيب المصطفى، لا نذكر المصطفى إلا حين مناسبات فقط إلا من رحم ربه. بدليل انظروا إلى حياة المسلمين، موقف واحد من مواقف الأخلاق، موقف واحد من أخلاق المصطفى صاحب الأخلاق، لتعلم جيدا أين أنت من أخلاق المصطفى، لتعلم أين أنت من المصطفى. يحتفل برسول الله. هل تلقى خواطر أهلك؟ هل طبطبت على أهلك؟ هل امتدت يد الحنان والرفق إلى أهلك يا من تحتفل برسول الله؟ رسول الله يقول في هذا اليوم الكريم الأغار: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رسول الله الذي امتدحه الله في أخلاقه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وما هي أخلاق المصطفى التي امتدحها؟ لخصتها أم المؤمنين عائشة في كلمة أو في جملة قالت: كان خلقه القرآن. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا خلق واحد وهو خلق جبر الخواطر. هل تعرفون جبر الخواطر؟ عبادة غفل عنها كثير من الناس، بل لا يعلمها كثير من الناس. علمها سيد الناس لجميع الناس. في غزوة حنين كانت في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة بشهر. كان فتح مكة في رمضان، وكانت غزوة حنين في شوال. لماذا؟ حتى يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبيلتين هوازن وثقيف، لأنهم كانوا يعدون العدة للرد على رسول الله لفتح مكة. فخرج الجيش عظمهم جيش رسول الله، وأصحاب رسول الله تبناهم العظمة. لقد سرنا أمة، لقد سرنا جيشا،
وما النصر إلا من عند الله، وانتصر المسلمون ببركة رسول الله وبرحمة الله عز وجل عليهم. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم لمن؟ أعطى المؤلفة قلوبهم. من دول اللي دخلوا الإسلام حديثا؟ ده لسه أول امبارح كانوا في حديث عهد الكفر. النبي حاول يطبطب عليهم علشان يشبش القلوب، فأعطى المشركين أو الذين آمن من المشركين حديثا حتى تطمئن قلوبهم وحتى يرتاحوا لهذا الدين. فخرج النبي فأعطى قلوب قريش وهنا فضل الأنصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقالوها صريحة: لقد لقي رسول الله قومه فأعطاه وتركنا، فعما قليل سيخرج من المصطفى ويعود إلى قومه في مكة. غضب الأنصار على رسول الله وخافوا من رسول الله أن ينتقل من المدينة وأن ينتقل هذا النور الذي امتلأت به المدينة. خافوا أن ينتقل هذا النور الرباني من المدينة إلى مكة المكرمة. فغضبوا غضبا شديدا، فبكى أصحاب النبي من الأنصار. فلما علم سعد بن عبادة غضب الأنصار فانطلق إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، لقد وجب الأنصار عليه، أي إن الأنصار غضبوا حسنين زعلانين. فقال: ومما يا سعد؟ قال: لأنك أعطيت قومك وتركته. فقال: رحمة الله. قال: صاحب جبر الخواطر الذي علمنا كيف نبني القواطر المنكسرة. ممكن يكون كلمة واحدة يكون سبب في إن واحد يقف على البيت بسبب جبر القلوب. ممكن يقع في محنة فبنطبطب عليه، يكون الكلمة دي هي السبب إنك تنشره من الهموم والهموم. زي ما النبي لما دخل المسجد فوجد هذا الأمام جالسا في المسجد حزينا في غير وقت الصلاة، حزينا مهموما. قال له: يا أبا أمام، ما الذي أجلسك هكذا؟ أنت قاعد في غير وقت الصلاة، قاعد كده ليه؟ فقال: يا رسول الله، هموم الناس نسمع وهموم وديون. فقال له: يا أبا أمام، أنا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله عنك ما أنت فيه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والشح، وأعوذ بك من بلغة الغيب وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: فلما قلتها أذهب الله عني همي وسد زعلي بضبطة، ست زمن ضبطة. اجمع عليها الأنصار يا سعد. فدفع النبي سعد بن عبادة الأنصار، وقام النبي خطيبا فيهم وقال: يا معشر الأنصار. مين اللي بيتكلم؟ صاحب الأرض الرحيم، صاحب الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. وقف النبي وحمد الله وأثنى عليه وقال: يا معشر الأنصار، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله به؟ ألم آتيكم عابرا فأغناكم الله به؟ ألم آتيكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ ألا تجدون يا معشر الأنصار؟ قالوا: لماذا نجيب يا رسول الله؟ المن لله ولرسول الله. قال المصطفى: لو جئت لكلكم فصدقتم. قلتم: جئتنا طريقا فآويناه، ضعيفا فنصرناه، عالة فأغنيناه، وواسيناك لأموالنا. يا معشر الأنصار، لقد وجدتم علي في رعاعتي، أي في أمر تافه الأمور الدنيا، ألفت به قلوبا دخلت الإسلام حديثا، ووكلتكم أنتم إلى ما أنزل الله عليه به من الإيمان. يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لتمنيت أن أكون من الأنصار. والله لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا
نسبا ومكرما وبدت الأنصار حتى احتلت لحاهم. وهكذا علمنا المصطفى جبر الخواطر، علمنا المصطفى أن نجبر خواطر المنكسرين، زي ما شاف راجل كده هزيل ضعيف من فقراء المسلمين يقال له هزار ابن خزيمة. هذا الرجل كان فقيرا جميما، فجاء النبي يوم فوجده في السوق فجاء من خلفه المصطفى فاعتنقه المصطفى واحتضنه المصطفى من خلف ظهره، واغمى النبي عينيه وقال له: من يشتري هذا العبد؟ فلما سمع الرجل صوت المصطفى اطمأن قلبه واطمأن ان هذا هو حبيبه، فقال: يا رسول الله الكرام تجدني كاسيا. فقال: ولكنك عند الله رابح. هكذا علمنا المصطفى. يا من يحتفلون بالحبيب المصطفى، ها هي اخلاق النبي، ها هي تعاليم النبي، ها هي سنه النبي. فوالله لن تستطيعوا ان تصلوا الى مرضات الله عز وجل ولا الى رضا الله الا باتباع النبي والسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله اسال ان يرزقنا واياكم شفاعته صلى الله عليه وسلم، وان يشملنا ربنا سبحانه وتعالى ان نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته، وان يسقينا ربنا سبحانه وتعالى شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وعذرا على هذه الأطلال، وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة